المحكمة كلماتها في حق ولد الشينوية وبنت عباس، وقررت إدانتها ب2 ونصف سجنا نافذا. تجدر الإشارات إلى أنه كان قد جرى تقديم المتهم اليوتيوبر رضا البوزيدي المعروف عبر المنصات التواصل الاجتماعي بلقب ولد الشينوي أمام النيابة العامة في حالة سراح، إضافة إلى والدته وأشقائه وامرأة أخرى، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. وقد أمرت النيابة العامة باعتقال اليوتيوبر المغربي المثير للجدل رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة التيك توك ببنت عباس. وهذا الشيء اليوم أخوتي اللي شفتوه اللي كتبت الصحافة على رضا البوزيدي الملقب بولد الشينوية، وبشحال حكموا عليه في المحكمة وكيفاش خرجوا العائلة ديالو ملي سمعوا الحكم ديالو فتصدموا ب3 سنوات. يعني ماشي سهلة، خرجوا من المحكمة كلهم كيتباكوا وكلهم دخلوا في هستيريا من البكاء والغضب والقلق والصراخ في المحكمة. هما الأخوات ديالو والأم ديالو، فمن طبيعة الحال أنهم يتصدموا. فالحكم صعيب أخوتي فاش كيكون شي حد في المحكمة وكتسمعوا الحكم، بالخصوص إلا كان الحكم طويل 3 سنوات ولا 2 ولا 1 ونصف، راه كبيرة بزاف وراها مدة طويلة وصعيبة بزاف يتقبلوها، خصوصا رضا هو اللي كيكون مسؤول على العائلة ديالو. وكما كنشوفوا تبارك الله أنه هو اللي كان كيخدم إشهارات، وكان يعني كيدير الإشهارات حتى المحل ديال مو ديال الملابس والعبايات وداكشي اللي كانت كتجيب باش كتبيعو، كان كيروج ليها. فالام ديالو من طبيعه الحال كان عرفوها عزيز عليها رضا، بلا اشهار بلا فلوس بلا حتى شي حاجه، لان رضا اصلا هي بغاتو واخا ما كانش عنده، دخلاتهم الزنقه ودارت فيه خير وحسباتو ولدها واحد من افراد ولادها من العائله ديالها. من طبيعه الحال حتى خواتاتو كيبغيوه، لو كان ما كانوش كيبغيوه ما غاديش يشوفوا ديك الساعة الحكم ب3 سنوات ويحيحوا في المحكمة. فهذا كانوا كيبينوا كيدل على أن الحب ديالهم تجاه رضا قوي بزاف، وباينة رضا غادي يدير الاستئناف وغادي إن شاء الله يستانف وغادي نقصوا له من 3 سنوات. بسلام عليكم وشكرا لكم، وما تنسوش اللايك.